هاي 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 هاي، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وجمعة مباركة على الجميع وايه. وندخل في الموضوع عشان ما نطولش الانترو، مع ان انترو ايه بقى يعني، خلينا كده اللهوي. المهم بقى يا حلوين، جايين نتكلم عن مين؟ عن مدام هانئ. يعني نصيحة مني، نصيحة مني. هي كاتبة: أنا والله اتفرجت لك على الساعة كاملة وكل فيديوهاتك بتفرج على الساعة كاملة. عندك جاذبية الصراحة، يعني عندك جاذبية وبتقنعي اللي قدامك. بس أنا بقى بديكي رأيي من واقع خبرتي واللي أنا شفته في حياتك انت. يعني انت بتقولي ان انا مؤثرة وكده، فانا من نصيحتي ليكي انسي موضوع الزواج. مع ان انا قلت لك قبل كده في فيديو وفيها ايه، ما تتجوزي مرة تالتة ومرة رابعة، عادي انت لسه صغيرة، وفعلا انت لسه صغيرة. بس انت يعني محظوظة، قاعدة في بلد يعني فيها حريات شوية. يعني مش هقولك يعني روحي اسكري زي ما بيقولوا اللي انت عارفاهم بقى، لأ. بس انتي بتعملي اللي انتي عايزاه، تفتحي كاميرتك وقت ما انتي عايزة. مفيش حد على دماغك. ولادك بسم الله ما شاء الله كبروا، ربنا يخليهم لك، كبروا. دلوقتي كل واحد فيهم بقي مسؤول عن نفسه، يعني انتي بقيتي بدماغك حرة. ليه تجيبي لنفسك وجع دماغ تاني، وزوج ومش زوج و... يعني ربنا اداكي حرية، اغتني من الحرية دي. وانا يعني مش معنى كده ان انا بقول ان الجواز وحش، لا، في ناس كتير متجوزين وعايشين حياة كويسة. بس انتي يعني من الناس اللي مش محظوظين. وما تصدقيش ان في حد هيخرب لك حياتك ده، وما تصدقيش ان حد ايه يقدر يخرب لك حياتك، ده قدر الله. اذا كان ربنا كاتب لك شيء كن فيكون. يعني اللي عايز يخرب لك حاجة، هو كان ربنا رايد لك ان ده قدرك، يعني ان ده المكتوب عليكي، مكتوب على جبينك ان انت هتطلعي من فلان وهترجعي تتجوزي تاني، او هتفكري في الجواز تاني. مع اني بنصحك اخت ما تتجوزيش، خليكي كده رايقة. حتى انا شفت في الكومنتات ناس بيقولوا ان انت عندك يعني حياة، عندك استقلال. ليه تجيبي واحد يكون هو طمعان في اوراق، طمعان في فلوسك، طمعان في بيتك؟ ليه ما لهاش داعي يعني. ودي حرية، دي نصيحة وانت حرة يعني تقبليها، عايزة تمشي بدماغك بس انا بقولك بلاش. وافتكري اني قلتلك بلاش، بلاش الزواج. وما تقوليش فلان هيخليني لوحدي، واللي يصدق فيك يصدق. يفرض اتجوزتي واحد تاني يصدق، ما اللي يصدق يصدق طالما هو مش عارف قيمة الست اللي هو معاه، ولا بيصدق في الست اللي هي معاه. بس بقى فده يعني كان ايه، كان الفيديو الصغنن بتاعي. بلاش، وافتكري قلتلك بلاش. يلا. بلاش يعني الزواج تاني، لان الناس يقولوا لي بلاش ايه. بلاش يعني الزواج تاني والتفكير في الزواج تاني. وديكي شفتي مصلحة جه. معظم يعني انا مش عايزة بس عشان الناس ما يقولوش ان انا ضد الرجالة ولا حاجة، وان انا بكره الرجالة، لا. انا متزوجة وعندي طفل ولد كمان بسم الله ما شاء الله. يعني بس يعني الحرية حلوة، وانت ربنا أكرمك بالحرية. ليه ليه تجيبي لنفسك حد يأيد حريتك، تنامي وقت ما تحبي وتقومي وقت ما تحبي وكده يعني. الحياة حلوة. حبايبي، فأنا بإيه بديها نصيحة إنها بلاش يعني زواج أو تفكير في المرة التالتة. وهو عادي وحلال وكل حاجة، بس الحرية مفيش أغلى منها. وكداب اللي يقولك لأ، الحرية وحشة. تقومي براحتك، تنامي براحتك، فكري يا حبيبتي، فكري فكري. لا تكتبي بوستات بعد كده: أريد أن أطفش عامين أو سنتين. على إيه يعني؟ آكل أشرب أكوي، كلنا عارفين الرجالة. يلا. وطبعا انا كل قناتي، يعني اغلبيه قناتي مش عارفه ليه يعني اللي حاصل يعني. ب... اكتر من 80% رجاله بيدخلوا. المهم يعني، مع ان الرجاله قامطين، معروفه ان الراجل قامط،
يدخل أي قناة قامت فيها، الستات فرفوشة كده وبتحب تعلّق، دول قامطين يا أختي، ييجوا بس ينقروا ومش عايزين لايك ولا كومنت، هو حد هيعرفك أنت مين؟ بلا نيلة، ما تعلّق يا أخويا، حد ماسكك؟ أنت كمان. بس بقى أشوفكم على خير ودايمًا ودايمًا كده في صحة وسعادة، وسلام بقى، ولايكات، لايكات والرجالة القامطة تعمل لايكات، ما تبقاش راجل وقامط، كفاية قمط بقى. يالّا سلام، باي باي.